اليوم حنعمل كبسة الدجاج. بتمنى من الكل يجربها يعطيني رأيه بالتعليقات. نبلش بالمكونات. عنا بصل مقطع خشن، عنا صدور دجاج مقطع على شكل طاووق، عنا بندورة أكيد مغسلة ومعقمة ومضروبة على المكنة، عنا توم وزنجبيل فريش، عنا بهارات الصحيحة، عنا العقدة الصفراء بيعطينا لون كتير حلو، عنا بهارات اللي هو بابريكا الخشنة، بابريكا الناعمة، والكاري الحلو أو الحار، وبهارات الكبسة. على زيت حامي منضيف البصل، ممنوع نضيف البصل على زيت بارد، لازم دايما يكون في عنا زيت حامي. بنقلب لمدة دقيقتين حتى يدبل عنا البصل وياخد لون أشقر. هلا بننزل بالبهارات الصحيحة اللي هن القرفة، اللومي الأسود، حب الهيل، وورق الغار، ومنقلب ومنضيف صدور الدجاج على البصل كمان. بنقلب لمدة دقيقتين حتى يتقلى معنا منيح. منضيف هلا البهارات المشكلة اللي ذكرناها، ومنضيف كمان أيضا العقدة الصفراء، ودايما على نار قوية. ومنضيف الثوم والزنجبيل الأخضر، ومنقلب لمدة دقيقة حتى كل النكهات تعشى بعض البعض، وتتغلب حبات الدجاج بهذه البهارات الطيبة والريحة الرائعة. منضيف ربع البندورة كمان على الخليط، بصير في معنا الباز الأساسي للكبسة. هلا بننزل بالطماط فريش كمان على الخليط، ونقلب لمدة دقيقتين على نار قوية دايما. هلا بعدها بننزل بالمي. أنا هون رح أضيف 11 لتر مي، لأنه أنا عندي كمية رز كبيرة، عندي 8 كيلو رز. أكيد أنتو بتضيفوا حسب الكمية اللي عندكم. دايما نضيف مي مغلية، ما نضيف مي باردة أبدا حتى يطلع معنا الرز فلفل وحبة واختة. بعد ما ضفنا المي، هلا في عنا الرز هون مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة، رز بسمتي أكيد. منضيفه فوق المرقة اللي عم تغلي، ما منضيفه على المرقة إذا كانت بعدها باردة، منضيفه على المرقة اللي عم تغلي. ومنقلب حتى نتأكد إنه كل حبة الرز تفرفطت، وكل حبة الرز أخذت المرقة وغلفتها وغمرتها. هون غطيناها لمدة نص ساعة بعد الغليان، وهلأ بنكشف ونشوف كلنا سوا النتيجة اللي نحن ناطرينها. هذه هي النتيجة. كان معكم شيف سامر. ما تنسونا بالاشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد.